عندي عزومة وعايزة اجدد في شكل الرز وفي نفس الوقت ما يكلفنيش كتير، ما احنا اخر الشهر بقى. فتحت التلاجة لقيت عندي حزمة شبت وشوية ليمون، عملت بيهم رز بالشبت والليمون، شكله جديد وطعمه خطير. ندخل على المكونات: كوبايتين رز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة ومتصفي كويس، كوباية شبت مفروم او هي الحزمة اللي كانت عندي، والفرعين دول سبتهم كده لزوم التزيين والحركات. عصير ليمونة كاملة، فصين توم مفرومين، بشر نفس ذات الليمونة، ملح وفلفل. وللتزيين بقى عشان عزومه وكده عملت لهم حلقات بصل محمر زي بتاع الكشري. وعارفين المكسرات اللي بتبقى باقيه عندنا من رمضان اللي فات؟ ايوه هم دول. شويه لوز مقشر حمصتهم في معلقه زبده. بصي بقى يا ست الكل، في حله متوسطه حطي معلقه كبيره من الزبده، وممكن تحطي نص المعلقه زبده ونصها زيت، ويفضل الحله تكون سميكه من القاعده. قولي لي ليه؟ قلتي لي ليه؟ اقول لك ليه: عشان الحراره بتتوزع فيها كويس وما بتلزقش. واول ما الزبده تسيح ننزل بالثوم وبشر الليمون، وعلى نار متوسطه هنقلب كل الحاجات الحلوه دي لحد ما نشم ريحه الثوم كده وتملى الشقه. ناخد بالنا ما نخليش الثوم يغمق مننا عشان ما ياثرش على طعم الرز. بعد كده هنضيف الرز ونقلب لحد ما يتغلف كله بالماده الدهنيه ويتشرب بطعم ثوم وبشر الليمون. هنضيف كوبايه من الميه المغليه او المرقه وعليهم عصير الليمون والملح والفلفل. هنديله تقليبه في السريع كده. وطبعا مستنياني اغطي عليه؟ لا مش هغطي دلوقتي، هستنى لما يغلي وتكون الفتحات اللي احنا شايفينها على الوش دي. هنا بقى ههدي النار واغطي الحل، هسيبه بقى يكمل تسويه لمده تلت ساعه. بعد كده هضيف الشبت واقلب وارجع اغطي تاني عشان الرز يتشرب بطعم الشبت. هم 5 دقايق مش اكتر وبس. خلاص ادي الرز سوا. بصوا بقى نثري ومفلفل ازاي، هو كده جاهز للتقديم. ممكن يتقدم جنب اي صنف مشوي، سمك مشوي، فراخ مشويه، بس انا هنا قدمته كصنف جانبي مع اجنحه الفراخ اللي عملناها قبل كده. ولو ما كنتوش شفتوها هسيب لكم لينك الوصفه في صندوق الوصف. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. كنت معاكم رندا واشوفكم في فيديو جديد لوصفه جديده.